لحد امتى في الجبن ده؟ يعني انا عايز افهم كولر هيفضل لحد امتى جبان؟ ايه المنظر اللي احنا فيه ده؟ يعني ايه المنظر اللي احنا فيه ده؟ انا هنزل كل ماتش ادافع؟ يعني انا لازم الفرقه اللي قدامي تفتح ملعب عشان اعرف اكسب؟ لو الفرقه اللي قدامي دفعت مش هعرف اخترق، مش هعرف اعمل عرضيه، مش هعرف اجيب اجوان. ايه المنظر ده يا جدعان؟ حرام اقسم بالله الفرقه دي نتعادل معاها، الفرقه دي انت تنزل تكسبها 3 4 بالراحه كده. اللي حصل النهارده ده يعني بصراحه مشكله، يعني دي مشكله. يعني انا كولر من ساعه ما جه، هو اول ما جه الاهلي كان بيهاجم وبيلعب كره كويسه، اول ما خد 5-2 من صن داونز، ومن ساعتها وهو عمال يدافع. عايز 2-6، الباكات ما بتهاجمش، الوينجات ما بتهاجمش، امال ايه؟ معلش الصوت عشان لسه جاي. امال ايه؟ يعني هنجيب اجوان ازاي لما انت عايز الونجات ترجع تدافع، وعايز الباكات ما تهاجمش، وعايز تلعب باتنين ستة؟ امال ايه اللي هيحصل؟ انت مستني ايه؟ ايه التشكيله اللي انت بادئ بيها ديت؟ يعني انا لما العب بكوكا باك شمال، طب انت عايز بتلعب بكوكا باك شمال ليه؟ على امل ان هو يدافع. طب اديك جه الجون بسببه. طب هو هاجم ما عملش عرضيه. طب اكرم توفيق كان بيدافع كويس وبيستخلص الكرة كويس، بس بيباصي غلط وما عملش ولا عرضيه. طب وبعدين؟ طب ما انا عندي محمد هاني، ليه ما لعبوش من اول الماتش؟ طب ما انا عندي كريم الدبيس. طب حتى لو عايز تدافع ما تلعب بمصطفى العش باكش ده، لو انت يعني عايز تدافع تلعب بمصطفى العش. انت نزلت بن شرقي وانت عارف ان بن شرقي مش بينزل يدافع، جبنا جون وتقدمنا واحد. ليه ما تنزلش مصطفى العش يدافع ورا بن شرقي؟ ليه ما تنزلوش؟ لكن احنا هنفضل في العك ده. الفترة اللي فاتت كنا بنقول كولر عنده مشكلة غصب عنه، معهوش لعيبة، السكواد ناقصه مش عارف ايه، لا انت مش ناقصك حاجة كده خلاص. يعني كل مرة بنلتمس لك العذر، لا انت مش ناقصك حاجة. انت كل الامكانيات معاك. انت اللي جبان. انت اللي مش عايز تنزل تهاجم، انت اللي مش عايز تنزل تضغطهم. انت عايز تنزل انا خلاص انا ماسك كورة وبدافع كويس وهم. طب وبعدين هنوصل لايه في الاخر؟ ما هو ده مش هيجيب اجوان. يعني خلاص ما هو ده احنا مش هنعمل حاجة. انت مش ملاحظ ان اخر ثلاث ماتشات ايه، اخر اربع ماتشات خسرنا ماتش منهم في الدوري، وماتشين بتوع السوبر الافريقي والسوبر المصري تعادلات وضربات جزاء، كسبنا واحد وخسرنا واحد، وادي ماتش تعادل بنفس السيناريو. بالسيناريو متكرر. انت بتلاعب فرقه ولا عندها لعيبه، ولا عندها مجلس اداره، ولا عندها استقرار، ولا اللعيبه بتقبض فلوس، كل حاجه بايظه عندها. كل حاجه بايظه. اقسم بالله هم رجاله ان هم يتعادلوا النهارده، قسما بالله رجاله ان هم يتعادلوا النهارده. انت بتقول ايه؟ يعني انت بتعمل ايه؟ وفي المؤتمر تقول للصحفيين لو حد عنده روشته ان احنا نكسب خمسة وستة يقولها لي عشان امشي بيها. لا امشي اتكل على الله، روح. مش عارف تكسب، مش عارف مين انت بتدرب فين، اتكل على الله. انت بتدرب النادي الاهلي، انا انزل اي خصم العب اديله 3 و4 و5 بالسكواد ده؟ انا جايب السكواد دي وشاري اللعيبه ديت عشان اتعادل مع الزمالك بالفرقه اللي معاه ديت؟ انت مش بتلاعب لعيب الكوره والله، ده لعيبه على الله. يعني فرقه الزمالك انا بالنسبه لي ما فيهاش الا بنتايك وعبد الله السعيد بس، وحسام عبد المجيد شويه يعني في الدفاع. ايه اللي انت فيه ده؟ انت سايبهم بيعملوا كل حاجه، انت بتبقى ماسك كوره بس على الفاضي، على الفاضي. ما عندكش الا امام عاشور اللي مبهدل نفسه عمال يجري لوحده وبيوصل، بس ما بيلاقيش حد. ما بيلاقيش حد لان حضرتك مدي اوامر للونجات يدافعوا، مدي اوامر للباكات ما يطلعوش. فهو لاعب اللي بيطلع، هو لاعب واحد زي امام عاشور بيجري لوحده، شاط شوطين، واحده في العارضه وواحده طلعت بره بس. اقسم بالله احنا في مهزله، وما ينفعش يتسكت عليها. لازم حد يقعد مع الراجل ده، يعني لازم حد يقعد مع الراجل ده يفهمه ان احنا كورتنا طول عمرها هجوميه. احنا بننزل نلعب الزمالك، كنا بننزل نلعبهم واحد، بنلعب عليهم 31، كنا بنباصي كده 30 40 باصه عليهم بقى، وبنبقى كسبانين 3 و4 عادي جدا. عادي كنا بنكسب بسكواد اقل من كده. لكن انت معاك السكواد ده كله بيدافع، امال هتهاجم امتى؟ وهتهاجم قدام مين؟ يعني هتهاجم امتى؟ يعني لما الزمالك يجيب سكواد مثلا، لو جاب سكواد هتنزل تهاجم قدامه لما انت بتدافع وهم معهمش سكواد؟ هو الراجل نازل بيلعبك النهارده بيسيروا يا جدعان. اقسم بالله مدرب عاقل جدا، هو عارف امكانيات لعيبته. انا هلعب بثلاثه مساكين ومش عارف ايه وخلاص ال 11 لعيب تحت الكوره، وانا قلت لكم الكلام ده في الفيديو بتاع امبارح. الراجل هيلعب ال 11 لعيب تحت الكوره، مش هيجازف ولا هيهاجم ولا هيضغطك ولا الكلام ده. هيلعب على كوره في الماتش، هو لعب على كوره، هي كوره جابها جول، في كوره قبليها لدونجا او لزيزو والشناوي مسكها، هي كوره. هو يلعب على الكوره ديت. انا هلعب، انا هخليني واقعي. انا مش هاجري وهاجم الاهلي والبس سكور، انا مش هعمل كده. فانت لازم وهو بيأمن انت تضغط، تضغط. لكن انت ماسك لي الكوره
مروان بيباصي لكوكا، كوكا لربيعه، ربيعه لاشرف داري، اشرف داري لاكرم، اكرم لاحمد رضا لمروان، امام ينزل ياخد الكوره يروح مباصي. ايه يا عم ده في ايه؟ هنفضل نلعب في ال 18 عندنا وفي نص ملعبنا؟ اللعيبه كلها واقفه، هم واقفين في نص ملعبهم، يعني هم واقفين في نص ملعب، ما تروح تضغط عليهم، تخش تضغط عليهم، طلع الباكات والوينجات واضغط عليهم. لكن المنظر ده انا اتصدمت، انا اتصدمت قسما بالله. كنت في الملعب قاعد مصدوم، احنا ولا بنضغط، احنا ماسكين كوره بس، كوره بس، ما بنعملش حاجه غير ان احنا كوره بس، ما بنعملش حاجه. الجون اللي جه فينا مش عارف، رامي ربيعه لقى ناصر منسي جاي عليه، تفهمش قال له ايه، عمال يرجع لورا، عمال يرجع، يا ابني ما تضغط عليه، عمال يرجع لورا لحد ما ناصر منسي بصى على عمر جابر. اللي بص بقى، بص العكس عندك، بص مين اللي جاب، مين اللي عمل الاسيست ومين اللي جاب الجول. الباك اليمين عمر جابر عمل الاسيست، البنتايك الباك الشمال هو اللي جاب الجول. الباكين بتوعهم، قول لي انت الباكين بتوعك عملوا ايه طول الماتش؟ هات لي عرضيه الباك فيهم، هات لي شوطه الباك فيهم، هات لي اي حاجه الباك فيهم. كوكا من اسوأ الماتشات اللي لعبها في حياته، ومش هلومه، مش مركزه، اذا كان هو في مركزه بقاله فتره مش جايب مستواه، فانت لما تلعبه باك شمال هيجيب مستواه؟ كوكا ولا دافع ولا هاجم ولا عمل اي حاجه. طب اكرم توفيق، اكرم توفيق بيقطع كوره فقط لا غير، عمل اداء دفاعي جامد لكن هجوميا زيرو. طب باصات زيرو، هو بيدافع بس ويقطع الكوره. فين محمد هاني؟ طب فين الدبيس؟ طب انت اصلا ما بداتش ليه؟ يعني ما بداتش ليه بيهم؟ عشان عايز تدافع؟ الفرقه اللي قدامك بتلعب بثلاثه مساكين وانت هتنزل تدافع، تنزل تدافع انت كمان؟ ما هو ده كده هيبقى مثل العيان والميت بجد والله. احنا العيانين وهم الميت، يعني احنا العيانين وهم الميت. هم بيدافعوا وانا بدافع، ايوه مين اللي هيجيب اجوان؟ يعني مين اللي هيلعب؟ شوط اولاني يعني قذر، قسما بالله قذر. شوط اولاني انت قاعد بتتفرج على قذاره، قذار، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. الشوط التاني لما نزلت بن شرقي، نوعا ما بن شرقي اللي عنده حلول، عنده حلول، بيعرف يباصي بيعرف يتحرك. لكن اللعيبه بتاعتنا التانيه سواء حسين الشحات اللي ما شفتوش النهارده عمل حاجه اصلا خالص، ولا دفاعيا ولا هجوميا ولا اي حاجه، محمد عبد الله بره مستواه خالص، مش موجود في الملعب. بن شرقي نزل بقى عندك وينج بيعرف يباصي ويتحرك في المساحه وياخد كرة ويباصي ويلعب بس. الجراديشار بطيء جدا يا جدعان، بطيء والله. وانا قلت لكم امبارح، قلت لكم امبارح في الفيديو بتاع امبارح، قلت لكم لازم وسام يلعب عشان يضغط على خط دفاع الزمالك، لان جراديشار بطيء جدا. قلت اللي اتفرج على الفيديو بتاع امبارح للاخر هيسمع الكلام ده. قلت جراديشار بطيء جدا، مهاجم كويس بس بطيء، مش هينفع يضغط على خط دفاع الزمالك. يا راجل ده حسام عبد المجيد والمدافعين بيجروا جنب جراديشار، جراديشار مش لاحقهم. لاعب يا اكرم توفيق بيجري في سبرنت في اخر الماتش جنب عبد الله السعيد، عبد الله السعيد اللي قد جده 48 سنه. اكرم توفيق مش لاحقه. عايزين نجيب لهم المكن الصغير اللي منتشر اليومين دول، اللعيبه 11 مكنه في الملعب عشان يجروا ورا. لا ايه يا جدعان ده؟ ايه المنظر ده؟ دي قذاره. جمهور الزمالك كان فرحان، فرحان بالنقطه، وحقه، حقه يفرح بالنقطه. هو جاي الماتش عامل حسابه يخسر 3 4، لما يجي يلاقي منظرنا كده وبيتعادل ومعانا والدنيا جميله، حلو، حقه والله يفرح. احنا خرجنا من الملعب كلنا زعلانين وهم قاعدين بيهيصوا فرحانين في الملعب، فرحانين ان هم اتعادلوا، وحقهم. لما هم معهمش فرقه ولا معاهم اي حاجه ولا عندهم استقرار ولا بيقبضوا فلوس ولا ونازل يتعادل معاك بالسكواد اللي معاك ده كله، حقه يفرح، حقه يتبسط. وانت اللي وصلته لكده. انت لو نزلت من اول الماتش اللعيبه والمدرب عارفين ان احنا لازم 3 نقط دول ما فيهمش جدال، 3 نقط ما فيهمش اي جدال، لازم انزل اكسب، هتنزل تكسبهم سكور. انت لو حطيت جون في اول 10 دقايق ولا ربع ساعه الموضوع يفتح معاك. لو نزلت ضغطتهم بس ربع ساعه، انزل اضغطهم ربع ساعه في ال 18 هتسجل فيهم. هيغلطوا لان هم ما عندهمش لعيبه اصلا. لكن انت ليه نعمل كده؟ لا احنا نفضل بقى ماشيين الكوره، نبيض على بعض، بيض والله بيض، نفضل نبيض تمام لحد ما هي الكوره تيجي كده جون. جبنا احنا الكوره جون، طب بعد ما جبنا الجون عملت ايه؟ المدرب واقف تايه. طب انت جبت الجون، اشرف بن شرقي ما بيرجعش يدافع وكلنا عارفين الكلام ده، طب ما انزل مصطفى العش يثبت ورا بقى، انزل مصطفى العش مكان كوكا يثبت ورا. لكن ما هو انت قاعد بره مش قاري الماتش، شويه في الاخر خالص تنزل لي كريم الدبيس وينج. طب ليه؟ طب ما انا امبارح انا في الحلقه قلت نبدا بالشحات ونبدا باشرف بن شرقي، او نبدا بالشحات ونبدا بمحمد عبد الله ويبقى معانا وينج بره. انت حرقت لعبك كله، ومنزل وسام في اخر 10 دقايق بعد ما جه فينا جون. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه وسام يعني؟
اقسم بالله اداء سيء، اداء سيء. اللي يتحمل الماتش ده انا ما حملوش للعيبه، انا حمله الكولر، هو اللي وصلنا لكده. يعني في لعيبه تلام طبعا. يعني الجون اللي جه فينا الاستاذ احمد نبيل كوكا والاستاذ اكرم توفيق، ولا ده ماسك اللاعب بتاعه، ولا ده مغطي ودنيا هرجله. محمد الشناوي طلع تعرفش الكوره سخنه ولا ايه، هرجله هرجله. وقبليهم خالص رامي ربيعه مش عايز يضغط على ناصر منسي، وعمر جابر لوحده كوكا سايبه بعيد. بس انت لو هتبص على الشكل كله كولر السبب. انت كنت ممكن تخلص الماتش من الشوط الاولاني وتريحنا اصلا. فانت لو هتحمل نتيجه الماتش ديت بالعقل كده، هي الكولر مش للعيبه. اللعيبه اخر ناس تلام، يعني اللعيبه ديت اخر ناس تلام. لان انت دلوقتي عندك سكواد. هتقول لي مثلا يا عم طب ما حسين الشحات كان وحش، عندك بديل ليه بره ما تنزله. يا عم ده كوكا كان وحش، عندك بديل ليه بره ما كنت تنزله. يا عم ده فلان كان وحش، عندك بديل ليه بره ما كنت تنزله. فالقصه مش قصه لعيبه، قصه مش قصه لعيبه خالص. طلع اللعيبه بره الموضوع. هتيجي تقول لي يا عم ده انا بقول لك هو اكرم ما كانش بيهاجم ولا كوكا ما كانش بيهاجم، انت فكرك ده بسبب اللعيبه؟ بسبب المدرب اللي قال لهم ما تهاجموش، مع ان هم لو هاجموا مش هيدوك اداء برضه. بس ده سبب المدرب، المدرب هو اللي قال ما تهاجموش. فانا شايف تعادل مستحق للزمالك. وتعادل يعني انا ما عملتش حاجه في الماتش، انا ما عملتش حاجه، انا مش مرضي عن الاداء ولا مرضي عن النتيجه ولا مرضي عن اي حاجه. فمش عارف ايه اللي هيحصل اليومين الجايين. انا لو هتسالني ايه اللي هيحصل، اتمنى ان حد يقعد مع كولر يفهمه ان ده مش طريقه التدريب للاهلي، مش طريقه لعب للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب ضاغط، النادي الاهلي لازم يسجل واحد واثنين. الزمالك ده كنا بننزل نغلبه سكور تمام، وما كان يعني ما كانش يعني كان معاه سكواد. دلوقتي ما معهوش سكواد. انا ليه نازل قلقان وجايب ورا وقاعد بدافع بس؟ فلازم حد يقعد يتكلم مع الراجل. ولو الراجل استمر على عنده ده بخطته الدفاعيه ديت، لازم الراجل ده يمشي ونشوف مدرب تاني كويس يكون عارف شخصيه الاهلي ويكون عارف طريقه لعب الاهلي. لان اقسم بالله اللي احنا فيه ده عك 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 عك. ودي كانت نهايه الحلقه. شوفوا اشوفكم على خير بكره باذن الله. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ما تنساش اللايك بتاعك. والسلام عليكم ورحمه الله.